ريحة اليد والسيموث تحبه ونهرا نوشاثا بذاذ أشرارخ نشتويد نقبل قليان براخ حبي ود مشمية ثمن نودي الأخوة شبحة خدلا شلوى بعيد تخم خللتا مليت كل عذرانين وخلطوين دتو ما روارو يدخل العلمين
التمار شاري رايث من حمانة بغرين والتفارق طاودنا وشاثا ومنطرنا مينة حيين والأخمار حياوينا نودي ونسجد ونشبح بخل عدا مرة دخول العلمين. نتضرع إليك أيها القدوس المجيد والقوي اللامائت الذي لا يموت، يا من يسر بالسكنى في القديسين، التفت يا رب وارحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. تعليم القيامة. صباح الخير. بعدكم نايمين؟ الحمد لله. تعليم القيامة. لقد حملني اليوم الفرح المملوء حكمة وتمييزا لأكرر كلمة النبي القائل: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونتهلل فيه. هذا هو اليوم الذي لم يكن قبله مثله ولا بعد آخر يشبهه. هذا هو العيد العظيم، فخر جميع الأعياد. هذا هو الفرح العظيم الذي منح اليوم للكنائس. فهلم بسلام أيها اليوم الجديد الذي به زال سلطان الظلام.
هلم بسلام يا أيها اليوم الذي لا يشبه أول أمس، الذي أبطل سلطان الليل القديم. هلم بسلام أيها اليوم النير الحامل بشارة بهية. هلم بسلام يا معزي المغمومين، يا مفرح المكتئبين، يا جامع المبددين، يا مقرب البعيدين، يا مبهج المتضايقين، يا مشجع الخائفين، الزارع زرعا جيدا في مسامع التلاميذ. هلم بسلام يا يوما لا يعقبه مساء، وصباحا فرحا لا يحزنه غروب. هلم بسلام يا يوما لا يدركه الموت، وقيامة لا يلاقيها السقوط. هلم بسلام يا بكر الأيام، الذي بمواهبك تزين العالمين. الموت ذل، والحياة ارتفعت، الجحيم مغلقة، والمعمودية مفتوحة، الشمال خالية، اليمين مرعدة. أول البارحة ضرب الراعي فتبددت خرافه، اليوم هربت الذئاب وابتهجت الرعية. الحزن عبر إلى الشمال، وقام العزاء عن اليمين. باب القبر أضحى خدرا للمقتول. هنا نصرخ جميعنا ونقول: أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا جحيم؟ الرسل بوجوه سافرة أعلنوا قائلين: إننا نعلم إن المسيح قد قام من بين الأموات، ولا يموت بعد، ولا يتسلط عليه الموت. وحيث إلى هذا العيد وهذا الفرح قد دعينا يا أحبائي، فلنعانق بعضنا بعضا بالمحبة، ولنقبل بعضنا بعضا بالمودة، ولنعطي السلام الواحد للآخر. سلام فيما بيناتكم. سلام. سلام. لازم تكون قلوبكم صافية وتتصافحون مع الكل. انتبهوا، هذا هو عيد القيامة، عيد الفصح. سلاما بلا غش، سلاما بلا رياء، سلاما خاليا من الخداع، سلاما ليس كسلام الأسخريوطي الذي خنق نفسه جزاء له، ولكن ذاك السلام الذي أعطاه مخلصنا لجماعة الرسل في العلية. السلام معكم جميعا، لأن السلام هو زوال العداوة القديمة، لأننا إلى السلام دعينا، ولأجل السلام اجتمعنا كعادة كل سنة. القيامة عليكم والحياة بالمسيح، فإن ربنا حررنا من الموت. فلنحب بعضنا بعضا من كل قلبنا، لأن إلى هذا السلام دعينا يا أحبائي. صفقوا جميعا ومجدوا عاليا وعظموا جيدا، سبحوا روحيا لذاك الذي اليوم قام من بين الأموات، وبقيامته أقام جميعنا. آمين. وكما وعد اللص اليمين: اليوم تكونوا معي في الفردوس، هو يؤهلنا لاستقبال ظهوره، فنشترك بملكوته السماوي. آمين. قداس عيد القيامة، الفكرة الطقسية. المسيح قد قام، وقيامته غيرت كل شيء. قيامته فسحت مجالا جديدا لإيمان جديد ومفهوم جديد للحياة. قيامته شكلت الحدث الحاسم للخلاص. قيامته
عربون قيامتنا، لنتعلم منه أن نقبل بذل حياتنا لنجدها. تقديم القراءات. نستمع إلى كلمة الله تعلن لنا من خلال 3 قراءات. الأولى من سفر إشعيا تتناول مستقبل أورشليم المدينة المقدسة، ليس فقط من الناحية السياسية ولكن من الناحية الروحية. المسيح آت وعليها أن تتأهب لاستقباله، فنوره سوف يشرق عليها ويبدد الظلمة. والثانية من الرسالة إلى رومية كتبها بولس حوالي سنة 58، وكان فيها بعض المسيحيين من أصل وثني، فهو يدعوهم إلى أن يكونوا واحداً متخطين الضيق والموت بإيمانهم ورجائهم. والثالثة من إنجيل يوحنا تروي خبر القبر الفارغ وظهور المسيح لمريم المجدلية التي يدعوها لتكون شاهدة ورسولة. اجلسوا وانصتوا إلى قراءة. انصتوا إلى قراءة من نبوة إشعياء بارخ قومي استنيري فإنه قد وافى نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هو ذا الظلام يغشى الأرض والديجور الأمم، ولكن عليك يشرق الرب وقاره وعليك يتراءى مجده، فتسير الأمم في نورك والملوك في نور إشراقك. ارفعي عينيك إلى ما حولك وانظري، كلهم يجتمعون ويأتون إليك، بنوك من بعيد يأتون وبناتك على الأرائك يربين. حينئذ تنظرين وتفرحين ويرحب قلبك، إذ تنقلب إليك ثروة البحر وقوات الأمم تأتيك. جماعة الإبل تغشاك، بكران مدينا وعيفة كلهم من شبأ يأتون إليك حاملين ذهبا ولبانا، وبتسابيح الرب يبشرون. كل غنم قيدار تجتمع إليك، وكباش نبايوت تخدمك، فتصعد للمرضاة على مذبحي، وبيت جلالي أمجده. نقوم لصلاة شوراي. مريم لخذ صرعا، مريم لخذ صرعا لقيام تدمشي حان يقر بزميرا ثيا أدرو
من رسالة بولس الرسول الأولى إلى كورنثية. الآن قد قام المسيح من بين الأموات وصار باكورة الراقدين، وكما أن الموت صار بإنسان كذلك تكون قيامة الأموات بإنسان أيضاً، لأنه كما أن جميع الناس يموتون بآدم كذلك سيحيا جميعهم بالمسيح، كل واحد في رتبته، المسيح على أنه صار باكورة، ثم الذين هم للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك يكون المنتهى عندما يسلم الملك لله الآب، إذ تبطل كل رئاسة وكل سلطان وقوة، ليكون الله كلا في الكل، والنعمة والسلام مع جميعكم يا أخوتي. لنقم حسنا ونستمع إلى الإنجيل المقدس الذي يقرأ علينا. قدي شاد ماراني شو عمشيحة كارز وثاب هادي وحنان شو حالم شيحة مارانا من وفي الأحد جاءت مريم المجدلية في الغداة والظلام باق إلى القبر، فرأت الحجر مرفوعا عن القبر، فأسرعت وجاءت إلى شمعون الصفا وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: قد حملوا الرب من القبر ولا أعلم أين وضعوه. فخرج شمعون والتلميذ الآخر وأقبلا إلى القبر، وكانا مسرعين معا. أما ذلك التلميذ فبادر وسبق شمعون إلى القبر أولا، وتطلع فرأى الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل. ثم جاء شمعون ورأى
فدخل القبر فشاهد الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان معقودا على رأسه ليس مع الأكفان، بل ملفوفا وموضوعا في مكان على حدة. حينئذ دخل ذلك التلميذ الذي جاء أولا إلى القبر فرأى وآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون من الكتب إنه مزمع أن يقوم من الأموات. وذهب التلميذان أيضا إلى موضعهما. أما مريم فكانت واقفة عند القبر تبكي، وفيما هي تبكي تطلعت في القبر فرأت ملاكين بثياب بيض جالسين، أحدهما عند الرأس والآخر عند الرجلين، حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة ما يبكيك؟ قالت لهما: إنهم حملوا ربي ولا أدري أين وضعوه. قالت هذا والتفتت إلى خلفها فرأت يسوع واقفا، ولم تكن تعلم إنه يسوع. فقال لها يسوع: يا امرأة لما تبكين ومن تطلبين؟ أما هي فظنته والبستان، فقالت له: يا سيدي، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته لكي أمضي وآخذه. قال لا يسوع: يا مريم. فالتفتت هي وقالت له بالعبرانية: رابوني، الذي تفسير يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، بل امضي إلى أخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. حينئذ جاءت مريم المجدلية وبشرت التلاميذ بأنها رأت الرب، وإنه قال لها هذا شوحا لا من عين. نصلي لأجل الراقدين على رجاء القيامة ونشاركهم فرح القيامة في المجد السماوي. المرحومين: سميرة يعقوب يوسف المتوفاة في أمريكا صلاة أول أيام العيد، سعدية عبد الأحد حنو، سامي سليم مونا، رعد فيليب مارغو، يوحنا غورو، يعقوب يوحنا غورو وأخيه عادل يوحنا، مجيدة شليمون، يلدى خمر وزوجته صفية إلياس وولديهما سمير سليم يلدى، لويس نعوم وزوجته جولي جرجيس، بلقيس لويس نعوم وزوجها عدنان حميد، مثلث الرحمات المطران عمانوئيل بني، إيشوع بهنام وزوجته حبيبة وابنتيهما بلسم إيشوع، مريم بهنام،
إلياس بهنام وزوجته وارينا ججو وابنهما فريد إلياس. حنا جبرائيل وزوجته غزالة مروقي وابنهما داود حنا. حندل بولس وزوجته سرة. قرياقوس حندل وزوجته باسمة وابنهما صباح قرياقوس. بطرس حندل وزوجته مسكو. هرمس حندل. الشماس رفائيل توما وزوجته جولي حنا. صبيحة حنا جبرائيل. برناديت حنا جبرائيل وابنتهما هبة سالم. داود هرمز عما وزوجته مريم. زيا قورقيز وزوجته نجيبة حنا وابنهما عدنان زيا. شوشي بولس شعيا. عزيز ميخا شذايا وزوجته حياة. نهى إلياس حناني. إيليا حناني وزوجته أمينة هرمز وولديهما جميل وسعد إيليا. جورج إيليا حناني. سلوان عبوش. رياض نجيب عكو وأخويه علاء وعمار نجيب. وآم عكو. سناء عكو. رحيم ياقو عكو. ميخا عكو وزوجته. يوحنا عكو وزوجته. عبد المسيح نيسان وابنه نادر. حبوبة عكو. خالد عبد الله عكو. يوسف بطرس وزوجته حياة بني وولديهما عادل. البير عبد الكريم وزوجته هربت وولديهما فرقد ومؤيد. البرتين يوسف وزوجها الشماس توما. عزيز يوسف وزوجته سيسيل بولس وابنتيهما باسمة وجانيت عزيز. سالم منصور لبو. استيشو شمعون زيباري وزوجته نجيبة. نوح شمعون زيباري وزوجته وردة شابة وابنهما داود. يوسف قليانا وأخيه إسماعيل. الشماس بولس قورقيز. يعقوب يوسف قرياقوز. ماري رزوق حنا. جوزيف يعقوب يوسف وأخويه سمير وعادل وأختهما إيناس يعقوب. يعقوب يوسف هرمز وزوجته ماري حنا وابنتيهما آمال يعقوب. يوناثان يوخنا وزوجته سهيلة عبد المسيح وابنتهما كفاح يوناثان. أدور نعوم اللوس وزوجته فيكتوريا. وليد هنري جميل. القس لوسيان ميخائيل جميل. أنطوانية يوسف هرمز. حسام يوسف. عبد المسيح يوسف. نزهة توفيق بحودة. جلوفيس نعوم. فيوليت ناصر. سعد نوئيل. أدور يونس ميخا. جلال يعقوب يوسف. رمزي يعقوب يوسف. وعد الله يعقوب يوسف. نور يعقوب يوسف. توما دنو ججو. أثير أدور شمو. عواطف شعيا يونان. ليلى دنو ججو. جنان توما دنو. حلمي توما. مانويل جورجيس كالرومي. لولو جورجيس كالرومي. فيكتوريا جورجيس كالرومي. متي بطرس كالرومي. إسحاق بولس سقاعة وزوجته مريم حنا وابنهما روميل إسحاق. بشرى عادل إسحاق. ميشو عيسى. ويليام ميشو. جانيت بطرس. عبد الأحد بطرس. أدوارد ميشو. إيشا داود ممو وابنه إبراهيم. سليمان بحودة وابنته مريم. محفوظ عيسى وابنته سهير. رانيا سمعان حبابة. جانيت داود ممو. جوان يوحنا داود ممو. منى لويس اسكندر. جاكلين سمعان حبابة. جمنييل إزريا بيرا وزوجته جيورجيس. خضر وابنهما زيا جمليئيل. سركيس خضر آغاجان وزوجته ليا. يعقوب يوسف وابنائهم جورجيس سركيس وروبين ومارغريت سركيس وفلورا سركيس. صباح الياس روتو وزوجته أليس هانيك اسكندر. الياس روتو وزوجته كتو جورجيس روتو. مانيك اسكندر. ماريا اسكندر. الشماس نافع يوسف يتيم وأخته فصيحة يوسف. سمير سليم القس. يعقوب يوسف يوحنا وزوجته جوزفين خياط وابنتهما دينيس. نبيل صبحي يوسف. نائل فيليب ماركو. إيفون نعوم وحيد. موريس عبد الأحد. فيليب ماركو. صباح فيليب. سهيلة فيليب. تحرير فيليب ونائلة فيليب. شوقي طوبية. نضال هرمز يوسف. نويل ميخا سقماني. مريم بتول ميخا سقماني. إيميليا ميخا لقوفة. رفو زورة. شكرية شعيا. ناظم رفو. عصام رفو.
يونس دانيال، نائل فيليب ماركو، صباح فيليب ماركو، جلال يعقوب يوسف، رمزي يعقوب يوسف، وعد الله يعقوب يوسف، فرج يعقوب يوسف، نور يعقوب يوسف، وليد جليل حناني، غنية أوهان، نية خاصة لمريم العذراء، قورقيس شعيا، قوريال شعيا، عيسى زورا، سمرة شعيا، حياة شعيا، جوني شعيا، آرشبير سفر سركيس، لوسيان جرافيت، كارين سفر، توني سفر، جوني شعيا، يعقوب ميخائيل، بهيجة، شابة عوديش، عادل ميخائيل عجو، قيس ميخائيل عجو، باسل نجم عبد الله، سالم بطرس وزوجته نهاد عبد المسيح، البرتي بولس وزوجته مارغريت، رياض يوسف الطويل، جانيت حنان وزوجها، البير بهنام، عامر وديع حبابة، ماجد اسكندر يوحنا، حكمة جورج، مالي شمعون، عزت شمعون، كمال سعيد، عصام فرج، رنا فرج، جبرائيل حنا، تريزيا عوديشو، وردية اندراوس. الراحة الأبدية أعطهم جميعا يا رب. صباح الخير مرة ثانية. إخوتي وأخواتي الشمامسة الأعزاء، أعضاء الجوق الكنسي، الضيوف المؤمنين الكرام، كل الموجودين طبعاً، طاب صباحكم بنور قيامة سيدنا يسوع المسيح. نقدم أيضاً هذا القداس على نية كل الشهداء، كل ضحايا العنف والإرهاب والحروب العبثية في كل العالم، من أجل عراقنا الحبيب، من أجل بصرتنا، من أجل صانعي السلام، مثنين على المبادرات المتميزة من القليلين في الحكومات في العراق في توفير ما يستحقه إخوتهم المسيحيين الأصلاء في هذا الوطن. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. محطات القيامة. استمعنا اليوم إلى إنجيل القيامة الذي به كانت مريم المجدلية تبحث عن المسيح، جسد المسيح. إذن هي صرخة الحياة في وجه الموت، في فجر لم يكن ككل فجر. خرجت مريم المجدلية لا تحمل إلا قلباً مكسوراً، تبحث عن جسد. الظلام كان مخيم، لكن النور لم ينتظر شروق الشمس، بل شق القبر من الداخل وأعلن: أنا القيامة والحياة. لكنها وجدت العدم قد انكسر والموت قد انهزم. الحجر، محطة الحجر، لم يدحرج الحجر ليخرج المسيح، بل ليدخل الإنسان. الحجر لم يرفع ليخرج الرب الذي قام من بين الأموات، لا يعيقه حجر، بل رفع الحجر لكي يدخل الإنسان ويرى. القبر فارغ، الموت مهزوم، والنهاية قد صارت بداية. يا أخوتي، كم من حجارة اليوم ما زالت على قلوبنا: حجارة الخوف، حجارة الخطيئة، حجارة الرجاء المصلوب، حجارة الألم والحرب والدمار والقتل والتشرد. القيامة تصرخ: ارفعوا الحجارة، دعوا الحياة تدخل إلى قلوبكم لا الحرب. محطة شمعون ويوحنا، سباق نحو الإيمان، لا سباق التسلط
والتسلح. ركض سمعان بطرس والتلميذ الآخر، ركض الإنسان القديم والإنسان الجديد، ركض القلب والعقل. دخل بطرس فنظر تعجب، أما التلميذ الآخر فرأى وآمن، لأن القلب إذا أحب أبصر ما لا يراه إلا بالإيمان. بل نرى نارا تشتعل في داخلنا. محطة الأكفان المطوية، أكفان مطوية، شهادة الصمت المنتصر. الأكفان موضوعة، المنديل ملفوف بهدوء. يا لعجب القيامة، لا صراع، لا فوضى، لا هروب، بل سلطان إلهي يقول للموت قف عند حدك. فالمسيح لم يهرب من الموت، بل خلع الموت كما يخلع الثوب، وتركه في القبر شاهداً على هزيمته. محطة مريم، دموع مريم عبارة عن ليتورجية القلب المجروح. وقفت مريم المجدلية تبكي، لكن دموعها لم تكن ضعفاً، بل كانت صلاة بلا كلمات. سألوها لماذا تبكين؟ قالت أخذوا ربي. يا لعمق الكلمة، لم تقل الرب، بل قالت ربي، لأن الذي يحب لا يرى المسيح فكرة بل حياة، يراه حياة. ظنته البستاني فجر القيامة الجديدة، ظنته بستانياً ولم تخطئ، لأن في الله في سفر التكوين وكأنه البستان يحضر لنا الأرض، فهو حقاً بستان النفس، جاء ليزرع في الأرض الحياة عوض الموت، ويحول قبورنا إلى جنان. كما في البدء كان الآدم، اليوم آدم الجديد في بستان القيامة. يسوع يرد على مريم ويقول لها مريم، كلمة واحدة كفيلة بأن تخلق من جديد. لم تتعرف عليه حتى ناداها باسمها مريم. يا لها من كلمة واحدة لكن هزت أعماقها. الله لا يشرح ذاته، بل يناديك باسمك واسمك. وحين يناديك تولد من جديد. فصرخت. ماذا صرخت بالعبري؟ ماذا؟ رابوني، يا معلمي، أنت حياتي، أنت كلي. لا تمسكيني، لا تلمسيني، ارتفعي إلي، لا تحسبيني في الماض انتهى ولا في صورة قديمة. أنا الآن لست للعيون بل للإيمان، لست لللمس بل للاتحاد. من قبر إلى رسالة. خرجت مريم المجدلية لا كمن زارها، زارت القبر وهي تبكي، لكنها أخذ الحياة والبشارة، رأت الرب. يا أخوتي، المسيحية ليست فكرة ولا طقسا فقط، إنها صرخة. قام وأنا رأيته
القيامة اليوم ليس القبر في أورشليم فقط، بل في كل قلب. ليس الحجر هناك فقط، بل على صدورنا. القيامة ليست ذكرى بل دعوة، أن تقوم من خطيئتك، أن تقوم من خوفك، أن تقوم من موتك الداخلي. إذن يا أخوتي، نحتفل اليوم في ذكرى وحدث، وهي قيامة المسيح من بين الأموات. نحضر كعادة كل سنة إلى الكنيسة بحلة جديدة، نستمع إلى القداس، نؤدي الواجب الديني، ثم نرحل إلى البيت ونأكل أكلاتنا الدسمة وإلى آخره. السؤال: هل هذا يكفي لأن يكون لنا احتفال بعيد الفصح؟ هل هذا كافي؟ لا. لو إيه؟ لا، أكيد لا. يسوع تألم مشاركا البشرية ألمها. يسوع سقط تحت الصليب لأن البشرية ساقطة اليوم، وإهانة لكرامة الإنسان بسبب ما يحدث من عنف منتشر، حروب، كما هو الحال في عالم منقوص الحب، منقوص السلام، مليء بالأرامل والأيتام. سؤال آخر: هل القيامة حدث من أجل يسوع أم من أجلنا؟ من أجلنا، لأننا بحاجة لأن نقوم من سقطتنا، مانحا إيانا الرجاء الصالح، الولادة الجديدة، العبور الحقيقي من الموت إلى الحياة، من اللامعرفة إلى المعرفة، مثل مريم المجدلية، المرأة الجميلة التي نقلت بشرى القيامة لنا. فإن ميلاد وكرازة وألم وموت المسيح وقيامته شاملة لكل البشرية، رجل كان وامرأة. أزاء حجر حقارتنا وأنانيتنا والبغض الساكن فينا وعدم التسامح والمغفرة الحقيقية في قلبنا واللا عدالة الإنسانية. رغم كل هذه وهذا القرف الذي نعيشه اليوم، وهنا أستشهد بما قاله البطريرك بشار الراعي: فالحجر لا يتدحرج بالانتظار، إنما بضمائر حية. هنا يصلح نور القيامة في أعماقنا المظلمة مناديا: آدم أين أنت؟ القديس بوليكاربوس أسقف إزمير من القرن الثاني يقول: شدوا أحقاءكم، اتقوا الله بالمخافة والحق طارحين جنبا كلام الثرثرة الفارغ وضلال الأمم، موطدين الإيمان على من أقام ربنا من الموت وأتاه المجد وأعطاه عرشا عن يمينه، له يخضع كل ما في السماء وعلى الأرض، ويعطيه كل من فيه نسمة حياة. وعندما يأتي ليدين الأحياء والأموات سيقاضي عن دمه كل من رفض الإيمان به. قام المسيح، قام المسيح، قام المسيح. بهذه المناسبة أهنيكم، وأيضا أستثمر هذه المناسبة بأن أشكر كل جماعة الخدمة، شباب والساكنين في هذه الكنيسة، كل الذين عملوا في الخفية من شمامسة وجوق ومنظمين وأيضا حتى الإعلاميين. نشكركم كثير، ونقدم هذا القداس أيضا على نياتكم، لكي الرب أن يبارك في حياتكم. قيامة مجيدة على الجميع.